بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري، ونسعد دائما بلقائكم. النهاردة بإذن الله هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن من يشتري الحلف العربي. طبعا يعني ايه العنوان؟ يعني يشتري هو الحلف العربي يعني ممكن يشترى؟ لا، هو يعني معلش هي كلمة طبعا. احنا يقول لك ايه؟ اشتري خاطر. مين اللي هيشتري خاطر الحلف العربي وهيقدر ان احنا نعتمد عليه؟ طبعا الكلام ده كله باذن الله هنشرحه في الفيديو دوت. بس الاول في مقدمه صغيره برضو، عايزين نعرف ايه هو النظام العالمي. النظام العالمي ده يا جماعه اللي هو العالم ده بيعيش ازاي، وايه الدول اللي بتتحكم في المسار بتاع العالم، وازاي بينظم المسار بتاع العالم، سواء اقتصادي عسكري الكلام ده كله. طبعا الامم المتحده ما هياش يعني دي شكل اكتر منه موضوع، يعني واجهه بس فقط مش اكتر. لكن لازم نعرف ان النظام العالمي بيبقى فيه قوى عالميه كبرى. القوى العالمية الكبرى دي كان لحد تقريبا سنة في ثمانينات القرن الماضي، يعني سنة 86 أو 87، كان في قوتين عظميين موجودين في الساحة، اللي هم أمريكا ومعاها حلف الناتو، والاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا دلوقتي يعني، وكان معاه حلف وارسو. ودي كانوا بيسموها امريكا الكتله الغربيه، والاتحاد السوفيتي بيسموه الكتله الشرقيه. وكان في بينهم حرب بارده. حرب بارده يعني ايه؟ يعني حرب كلاميه، ما هياش حرب فعليه، ولكن كان في حروب بالوكاله، وهنبقى نتكلم عنها بعد كده باذن الله. طبعا نجحت امريكا في انها تفكك الاتحاد السوفيتي في بدايه التسعينات من القرن الماضي برضه. وبقت روسيا دولة وحيدة، ومعظم الدول الشرقية اللي كانت معاها اتجهت ناحية الغرب، فأصبحت أمريكا هي القوة العظمى الوحيدة أو القوة العالمية الوحيدة اللي موجودة على الساحة. فبدأت طبعا تتحرك في هذا الاتجاه، بحيث ان هي خلاص المفترض ان هي الكلام اللي تقوله لا، كل الدول لازم تسمع الكلام اللي تقوله. طبعا الصين في الوقت ده كانت بتبني نفسها اقتصاديا، فبالتالي ما كانتش قادرة انها تقف في وجه اللي هو حلف الناتو او امريكا او الغرب، حلف الناتو ومع امريكا. طبعا الصين قفلت على نفسها وابتدت تشتغل تصنع، وابتدت تطور الاقتصاد بتاعها، وانتهى النظام الاشتراكي او الشيوعي بتاع زمان. باذن الله برضه هنبقى نشرح في حلقات جايه باذن الله النظام الشيوعي ده والاشتراكي، واللي مصر كانت جزء منه في خمسينات وستينات القرن الماضي. بس الاول عايزين نفهم هو يعني ايه قوة عظمى، ويعني ايه قوة عالمية او قطب عالمي هو ده اللي بيتحكم. طيب لازم يا جماعة يكون في مواصفات لهذا الايه الحلف او القطب العالمي اللي هيكون موجود وبيتحكم في العالم. طبعا امريكا كانت زي ما قلت لحضراتكم لحد سنه 2014 كانت هي القطب العالمي الاوحد والاعظم، فبالتالي كان روسيا تقريبا يعني ملهاش وجود، او ما بتقدرش تقف قدامها في مشاكل كثيره جدا. طيب ايه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل ان روسيا في الوقت ده كانت بتحاول انها تقوي من نفسها، ظهرت كقوه عظمى قدام امريكا في عام 2014. اللي ساعدها على كده هو ان مصر اسقطت نظام اوباما، اللي هو في الوقت ده كان اوباما رئيس الاداره الامريكيه في الوقت ده. اسقطت المؤامره اللي عملتها امريكا وانجلترا وتركيا واسرائيل، اللي هي ما يسمى يعني بالربيع العربي.
طبعا طبعا معلش يعني انا مصطلح طبعا انا كنت اطلقته قبل كده، اللي هو ايه الربيع الاسود العربي. طبعا ده ما كانش ربيع خالص، ده كان سوري يعني حاجه سودة يعني. المهم هنبقى نتكلم برضو في الكلام ده في الموضوع ده بعدين. فطبعا مصر بإدارة الرئيس السيسي في 2014 ابتدت تميل ناحية الايه روسيا، وتبتدي تفتح علاقات جديدة معاها عشان تشتري. هو طبعا الكلام ده ما كانش في 2014، كان في 2013 كمان. هو اي نعم كان الاداره المصريه في الوقت ده كان الرئيس المستشار عدلي حافظ هو اللي كان الرئيس، ولكن الرئيس السيسي بعد وقتها كان وزير الدفاع، وراح روسيا وابتدى يتفق على شحنات اسلحه. طبعا امريكا اسقط في يد هذا الموضوع، لان المفترض ان مصر ما تشتريش من الكتله الشرقيه ديت اسلحه خالص. ولكن اللي حصل ان ابتدى العرب في الوقت ده وبالذات الامارات والسعوديه ابتدوا يحسوا ان ان امريكا ما اصبحش حليف موثوق بيه، ما نديلوش الثقه في التحالف بتاعه. فابتدوا يتجهوا ويكونوا الحلف العربي. طبعا الحلف العربي ده عانى في البدايه، لان طبعا امريكا يعني مش عايزه الكلام ده يتم. فابتدت لما لقت الحلف العربي ده قام وشد حيله شويه، قلت لك طب خلاص احنا نوجهه ناحيه مين؟ ناحيه ايران، ان هو يروح يدافع عن اسرائيل قدام ايران. فطبعا الحلف العربي رفض هذا الكلام. فابتدت امريكا بقى، وجه بعد كده طبعا بايدن بوظ الدنيا خالص يعني طبعا مع الحلف العربي، واشتبك مع السعوديه واشتبك مع مصر، وهنبقى نتكلم في المواضيع دي بعد كده. طبعا بدايه عايزين برضو يا جماعه الاول نعرف هو احنا ازاي كحلف عربي ازاي نصبح قطب عالمي موجود على الكره الارضيه. ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. طيب احنا دلوقتي بإذن الله هنتكلم على العوامل اللي ممكن تؤدي إلى قيام قوى عظمى. ايه هي العوامل ديت؟ مواصفات القوى العظمى، أول حاجة فيها هتكون ايه؟ مساحة كبيرة من الأرض. إن يبقى عندك مساحة كبيرة من الأرض، يعني احنا بنتكلم مثلا على أمريكا. لا، مساحة الأرض اللي بيعيش عليها الشعب الأمريكي لا كبيرة قوي، ومتقسمة لحوالي تقريبا 51 ولاية. فطبعا دي البداية بتاعت مساحة الأرض. طب هل ده يتوفر للحلف العربي؟ هنشوف دلوقتي إذا كان يتوفر ولا لا. دي جميع الدول العربية يا جماعة موجودة قدام مننا. اللي موجودة باللون الأصفر دي اللي اوريدي بتكون الحلف العربي حاليا. وتقريبا لو جيت حضرتك جمعت المساحات بتاعت اللي هي متهشرة أو معمولة باللون الأصفر دي هتلاقيها حوالي تقريبا 3.5 مليون متر من الأراضي. طبعا اللي معمولة باللون الأخضر هي برضو من ضمن البلاد العربية، ولكن لا ما انضمتش لحد دلوقتي للحلف العربي. يعني مثلا ممكن لو معمولة باللون الأخضر دي مثلا الجزائر، السودان، ليبيا، الصومال، تونس، الكويت، تونس، دي اللي معمولة باللون الأخضر. دول لو انضموا لا هتزيد العملية توصل لحوالي تقريبا 5 مليون كيلومتر مربع للحلف. يبقى إذا أنت النهاردة عندك لا أرض واسعة تقدر إنك أنت تشتغل منها. طيب الميزة برضو في أمريكا إيه؟ الميزة في أمريكا هناك إن الأراضي بتاعتهم متصلة ببعضيها. إحنا عندنا هنا برضو ممكن نفس الموضوع، بالعكس ده احنا افضل لسبب لانك انت من ضمن تعتبر يعني بحار داخليه البحر الاحمر والبحر المتوسط. البحار دي تقريبا
الدول العربية ممكن تسيطر عليها، فبالتالي المساحة بتاعتك بتزيد كأرض وكمياه دولية. طبعا دي كان العامل الأول. طيب تعالوا نبص كده على العامل الثاني. العامل الثاني اللي هو اقتصاد قوي ناتج من الصناعة والزراعة وموارد طبيعية وعوامل فرعية أخرى. لازم يبقى الاقتصاد بتاعك اقتصاد قوي. طيب لو جينا بصينا دلوقتي علشان برضو نبقى احنا بنتكلم كلام مظبوط، هنلاقي ان الدول العربية فيها صناديق الثروة السيادية العربية حوالي 3.3 تريليون دولار. طبعا التريليون ده اللي هو يعتبر 1000 مليار. طبعا المبلغ كبير جدا. طيب كويس قوي. طيب احنا نخلي بالنا، طيب الدول العربية دي والصناديق الاستثمار اللي موجودة عندها، هل هي مطالبة بان هي تصرف على بقية الدول اللي موجودة في حلف؟ لا طبعا، لكن ممكن جدا يتعمل استثمار. تمام؟ ليه بقى؟ لان مثلا بلد زي مصر تعداد السكان وصل فيها دلوقتي ل 105 مليون. طيب بلد زي السودان فيها برضو قوة بشرية كبيرة. الجزائر نفس الحكاية. يعني قصد اقول ايه؟ قصد اقول ان ممكن جدا يتعمل اتحاد عربي شبيه بالاتحاد الاوروبي. مش لازم اوحد العملة، مش لازم خالص اوحد العملة، سيب كل عملة، كل دولة بالعملة بتاعتها. لكن النهاردة ممكن جدا يبقى في مشاريع استثمارية موجودة في الدول اللي عندها قوة بشرية كبيرة. بس طبعا القوة البشرية دي لازم الدول زي مثلا زي مصر لازم تهتم بتأهيل القوة البشرية بتاعتها، ده مفيش فيها شك. ليه؟ لأن النهاردة العالم اللي احنا بنعيش فيه ده بقى أصبح عالم رقمي. يعني ايه عالم رقمي؟ يعني معناه ان احنا النهاردة كل شغلنا بتكنولوجيا المعلومات. فطبعا ده يتطلب ان الاجيال الجديدة اللي جاية كلها، وحتى الاجيال اللي هي يعني السن دلوقتي مثلا في حدود 35 او 40، لا ده لازم يبتدي يتعلم تكنولوجيا المعلومات، يعرف تكنولوجيا المعلومات، لان العالم كله بيدار من هذا الاتجاه. فبالتالي لابد ان احنا القوى البشريه اللي موجوده في التحالف العربي بالكامل تتجمع على هذا الموضوع. طبعا شفنا في الفتره اللي فاتت على فكره الامارات من الدول المتقدمه جدا في موضوع تكنولوجيا المعلومات، ولسه ما فيش من حوالي تقريبا اسبوعين او شهر بعتت قمر صناعي للقمر لدراسه القمر. دلوقتي الحروب اللي جايه لازم ابقى انا مهتم بالفضاء بتاع العالم كله، مش بالفضاء بتاعي انا بس، لا بالفضاء بتاع العالم كله. ان انا ان في سلاح جديد، او مش سلاح، قوات جديده اسمها القوات الفضائيه. يبقى اذا النهارده الاقمار الصناعيه بعد كده هيبقى لها. طيب يبقى هنا وصلنا في نهايه الجزئيه ديت لايه؟ لان الصناديق السياديه، صناديق الثروه السياديه العربيه، لا ممكن جدا تعمل استثمار كويس وتعمل نهضه اقتصاديه في دول الحلف العربي كلها. طيب ايه العامل اللي موجود عندنا بعد كده؟ اللي هو قوه عسكريه قادره على حمايه الامن القومي للحلف. كويس قوي. دلوقتي نخلي بالنا ان الامن القومي العربي ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيقوم بيه او مكلف بيه الحلف العربي كله، بس من الناحيه ايه؟ من الناحيه العسكريه. لان حمايه الامن القومي لا بيبتدي من القوه العسكريه. لازم يبقى عندك قوه عسكريه تقدر تحمي الامن العربي او امن الحلف العربي او الدول العربيه كلها مجتمع. طيب ايه المخاطر والتهديدات اللي موجوده حولنا؟ لا دلوقتي العالم كله قرب من بعض، مفيش حاجه اسمها بقى لا ده امريكا بعيده ولا انجلترا دي بعيده عن الحلف العربي، لا خالص.
الدنيا كلها قربت من بعضيها، فبالتالي الحلف العربي او دول الحلف العربي لا لازم يبقى عندها قوه عسكريه. طيب هنيجي مثلا نبص على الايه القوى العسكريه. مصر عالميا رقم 12، يعني الجيش بتاعها يعتبر عالميا رقم 12. السعوديه عالميا رقم 20، الجزائر 31، العراق 34، الامارات 36، سوريا 47. هتقول لي الله، طب وهي الدول دي كلها يعني هتلم القوات المسلحه كلها؟ لا طبعا، مش ده المطلوب خالص. ولكن حدود الحلف العربي تمام ممكن جدا يتحدد. الحلف العربي ده حدوده هتبقى مثلا سي من ناحيه الغرب الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. لازم ابتدي احدد الكلام ده، وابتدي احدد النهارده العدو اللي هيجيني من هذا الاتجاه، هل هو عدو بري ولا بحري ولا هيبقى عدو جوي ولا كل الكلام ده لازم يتعمل. محتاج دراسات، طبعا محتاج دراسات. طيب ده جزئيه. ايه الجزئيه الثانيه؟ لازم بقى اعمل ايه؟ لازم اجهز نفسي ان انا اطور من صناعه السلاح بتاعي، لان مش عايزين نسيب حد قوة عظمى اخرى ايا كانت، امريكا، روسيا، الصين، لا احنا نطور صناعة السلاح بتاعنا. لانك انت لو بتعرف تصنع السلاح بتاعك لا هتقدر تدافع عن نفسك. لكن طول ما انت معتمد على ان السلاح ده بيجي لك من المكان الفلاني، عشان كده هتلاحظوا حاجه يا جماعه، يعني هتلاقوا مثلا من زمان وفي الهيئه العربيه للتصنيع دي موجوده في مصر. الهيئه العربيه للتصنيع ديت والمصانع الحربيه في ابتدت السعوديه والامارات. بس هي الفكره ان ممكن جدا تكون بعض الدول الامكانيات البشريه بتاعتها او القوى البشريه بتاعتها ما عندهاش الناس اللي تقدر تشترك في هذه الصناعه. فما فيش مانع ابدا ان يبقى العالم العربي كله الموضوع متقسم، مين بيصنع ايه ومين بيصنع ايه، وفي الاخر الكل بيصب في اتجاه واحد، ان تبقى فيه مثلا طياره. هديكم مثال بسيط، الاتحاد الاوروبي فيه طيارات دلوقتي، طياره مشتركه بتصنعها دول الاتحاد الاوروبي كلها، اللي هي اليورو فايتر تايفون، ودي طياره قويه جدا. وكانت مصر على فكره كانت متعاقده مع ايطاليا، او كانت في نيتها انها تتعاقد مع ايطاليا على الطياره دي واسلحه تانية. ولكن لو تفتكروا انتوا الموضوع بتاع ريجيني، الاتحاد الاوروبي قال لا مصر عشان حقوق الانسان وبتاع الكلام بتاع ريجيني ده. وفي الاخر خالص لما حصلت ازمه الغاز عندهم ابتدوا قال لك لا طب خلاص معلش يا جماعه احنا ممكن نديكم اليورو فايتر تايفون. طيب نخلي بالنا زي ما قلت لكم، انا يعني عايز اوصل لايه، ان جزئيه ان انا النهارده يبقى عندي سلاح بيتم تصنيعه جزء في المكان الفلاني وجزء في المكان الفلاني، في الاخر كله هيصب في مصلحه الحلف ككل. ان انا يبقى عندي مجموعه من الطيارات دي مثلا بيتم تصنيعها بواسطه الدول الحلف كلهم. ممكن جدا يبقى في حاجات بسيطه، مواد بسيطه ممكن جدا انك انت بتجيبها بره، ما هياش مواد اساسيه. ده يا جماعه القوه العسكريه، وازاي نقدر ان احنا نكون قوه عسكريه كبرى نكمل بيها العوامل بتاعه القطب العالمي. طيب او القوى العالميه. طيب ايه تاني كمان؟ لازم توافر يا جماعه الاراده الشعبيه والسياسه للحلف، الاراده الشعبيه والسياسيه للحلف. طيب واحد بقى يقول لي طب ايه بقى معنى الكلام ده؟ لا معنى الكلام ده كبير قوي. معنى الكلام ده يا جماعه ان النهارده يعني هنبقى برضه هناخد برضه امثله. لما امريكا حست ان موضوع الحلف العربي ده ممكن جدا يخرج من تحت ايديها، ما هي في الاول نخلي بالنا ان مصر
السعوديه، الامارات، اللي هم دول اللي ابتدوا الحلف يعني العربي، دول ال 90% او اكتر من سلاحهم كنا بنشتريه من امريكا. فبالتالي هتقول لي طب ما خلاص، طب ما السلاح جالنا، ما كويس، ما حاجه كويسه. لا، هو اللي مش كويس ايه بعد كده؟ الكومبوننتس او قطع الغيار. قطع الغيار بتاعت الاسلحه دي هو بيتحكم فيها، وكمان الذخيره. يعني النهارده سي مثلا الطياره الاف 16 او الاف 15 اللي موجوده عند السعوديه، الذخيره بتاعتها لا، انت بتشتريها منهم، انت ما بتصنعهاش. بلاش ده وده. النهارده هل في طياره مثلا مفيش فيها فلاتر مثلا؟ الفلاتر دي بتستوردها من عندهم، فلتر زيت مش عارف ايه، طبعا حاجات بسيطه. لكن النهارده لو انت عندك الكلام ده تقدر انك انت تصنعه، لا طبعا. فعشان كده هم حسوا بالخطر. ليه؟ لان لقوا ان الحلف العربي لا، ابتدى خلاص ممكن جدا نجيب سلاح منين؟ نجيب من روسيا، نجيب سلاح من الصين، نجيب مصر بمجهودها وبعلاقاتها ما بين الرئيس السيسي وما بين ماكرون قدرت تجيب الطيارات الرافال بالتسليح بتاعها. بس هنا لازم يبقى احنا نقدر السلاح ده نقدر نجيب الايه القطع الغيار بتاعته. طيب لما جه هنا الاخ بايدن علشان يجتمع مع طبعا جاي، والسلاح القديم بتاعهم اللي هم مش عايزين يعني بيقفلوا عينيهم عليه. هم عارفين ان خلاص السلاح ده خلاص ما عادش هينفعهم في حاجه، اللي هو سلاح حقوق الانسان. وانا عملت حلقه كامله عن هذا الموضوع. حقوق الانسان يحولوها من حقوق الهيه ربنا سبحانه وتعالى اداها لكل البشر لحاجه هم ده اختراع عملوه. فبالتالي في اي وقت لا، انت ما انتش حقوق الانسان عندك مش كويسه، فبالتالي مش هديك قطع غيار. تخيلوا اوباما في الاداره الامريكيه لما كان موجود، واحنا ابتدينا طبعا بقى في سنه 2014 الحرب بقى على الارهاب اللي موجود عندنا واللي جابه لنا الربيع الاسود يعني. طيارات الاباتشي اللي كانت موجوده عندنا كان الطيارات محتاجه عمره الموتور ما بتعملش هنا في مصر. قال لك لا والله، احنا في عندنا 4 طيارات بنعمل لهم عمرات موتور عندنا، انتم بتقتلوا اهل سينا بدم بارد وبتقولوا عليهم ارهابيين. تخيلوا هذا يعني. المهم يعني انا مش عايزين نطول في الموضوع ده. فطبعا انت بيكتفك. ما هو النهارده الارهاب اللي هو كان عايزه ليك انت بتقاومه، طب ما هو هيوقعك ازاي؟ طيب لما جه بقى الاخ بايدن هنا علشان يقعد، السعوديه قالت له قالت له لا، الدول العربيه كلها، زعماء الدول العربيه كلها هييجوا يقعدوا معانا. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا لا، احنا بنكلمك بحيث ان احنا كلنا قوه واحده. هتتكلم معانا كلنا، ما انتش عايز تتكلم مش هتتكلم معانا كلنا. طبعا الاخ بايدن ابتدى في الاول خالص طبعا يبعت مستشار الامن القومي بتاعه جاك سوليفان للسعوديه، ويقابل الامير محمد ويقول له اصل الموضوع بقى بتاع خاشقجي. وطبعا الامير محمد ولي العهد يعني طبعا وزعه، وما قال له هتتكلم في اي حاجه تانية اتكلم، مش عايز خلاص شكرا. طبعا جت عملوا ايه بقى في امريكا؟ جابوا الست اللي اسمها خديجه دي، المفروض انها كانت خطيبه خاشقجي، وطبعا اهله طلعوا قالوا ما نعرفش عنها حاجه ومش خطيبته. المهم يعني رفعت قضيه في امريكا، وايه قضيه على مين؟ على الامير محمد ان هو اللي امر بقتله. طبعا في الاخر خالص طبعا بايدن لما لقى الدنيا فعلا عشان بس يعني يحفظ ماء وجهه هو او ماء وجه امريكا كلها، بعت للقاضي قال له لا، ما تقدرش تحاكم الامير محمد لان ده يعني يعتبر ولي عهد دوله، وده مش هينفع يعني. هو كان اساسا هينفع لو حضرتك ما بعتش للقاضي الكلام ده، ما هو كانش هيروح. ما علينا يعني. تمام.
طيب نفس الموضوع لما جه برضو الرئيس الصيني يجتمع مع، هي بس معلش انا يعني ايه، هنا ادي المؤتمر اهو بتاع بايدن، وكان حاضر كل الرؤساء الايه العرب اللي موجودين في الحلف ورؤساء تانيين كمان. بعد كده جه بقى الرئيس الصيني او برضه، وكل الرؤساء العرب قابلوه وقعدوا معاه واجتماع والكلام ده كله. طبعا نخلي بالنا يا جماعه ان الكلام ده احنا لما بنعمله ايه؟ ده النواه بتاعه الحلف. بنقول للعالم، بنقول للقوى العالميه ان حضرتك لما هتتعامل مش هتتعامل مع مصر لوحديها او مع السعوديه لوحديها او مع الامارات لوحديها، لا، انت هتتعامل مع مجموعه من الدول اللي هي بتشكل الحلف العربي. اتمنى ان انا اكون يعني ايه قدرت اشرح الموقف بالتفصيل. هو طبعا يعني دلوقتي القوى العالميه، مين اللي موجود دلوقتي؟ طبعا امريكا، ومعاها الدول الاتحاد الاوروبي والصين، ومعاها دول من اسيا، والايه روسيا، ومعاها ايران. طبعا واحد هيقول لي طب واحنا ازاي هنتعامل مع روسيا وفي دلوقتي موقف من ايران؟ لا، نخلي بالنا ان النهارده هنا بقى مين اللي هيشتري الحلف العربي؟ والله اذا كانت روسيا عايزه تدعم ايران ضدنا، خلاص مفيش مشاكل، يبقى انت كده ما بتشتريش الحلف العربي. امريكا هتسيب ايران ومش مش هتوقفها عند حدها، خلاص انت بتشتريش الحلف العربي. الصين موافقه على انها تتعامل معانا وما تتعاملش مع ايران. يعني لازم يا جماعه الموضوع ده طبعا ليه حسابات، ما هوش طبعا بيتاخد يعني ببساطه كده، لكن ليه حسابات. بس المهم ان حضرتك لما بتقابل بمين؟ لا، بقابل بالحلف كله، بالدول اللي هتتعامل معاها كلها. مش هطول عليكم اكتر من كده، وباذن الله برضو هنتابع الاخبار وهنحاول ان احنا نشوف ازاي الحلف العربي بيتعامل اقتصاديا وناحيه القوه العسكريه والاراده الشعبيه والاراده السياسيه. كل الكلام ده هنبقى باذن الله نشرحه في فيديوهات جايه. وبنشكر لكم حسن استماعكم، ونتقابل قريبا باذن الله.